ممكن أقولك حاجة غريبة. انتي متضايقة ومرهقة وحاسة انك متأخرة في الحياة بسبب لعبة أصلا مش موجودة. النهاردة أنا حابة أتكلم معاكي عن اللعبة دي. يا مساء الخير في بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور، الحلقة التانية من التعافي من نسخ مش شبهنا. والنسخة اللي نتعافى منها النهاردة هي النسخة المثالية اللي حاسة انك مش عارفة تحققيها. خليني أبقى صريحة معاكي النهاردة، لأن أنا وعدتك إن حلقات بره السكريبت مش هيبقى فلترد خالص، واللي بسجله هحطه من غير أي editing عشان أبقى صريحة معاكي. أنا محبطة شوية الأيام دي بصراحة، وحاسة إن إحنا فعلا في سباق. فأحاسيسك دي أنا فاهماها جدا، وحاسة إن أنا مش عايزة النهاردة أبقى مش على أرض الواقع زي البودكاست التانية اللي بتدي تفاؤل وأمل بس من غير ما تنزل على أرض الواقع. فأنا محبطة زيك، بس ممكن نتكلم مع بعض يمكن الموضوع يبقى أحسن شوية. خليني أقولك إن إحنا موجودين في لعبة وهمية. كل يوم بنصحى نقارن كواليس بتاعت حياتنا بنسخ معينة الناس مختارة تظهرها قدامنا. تفتكر في حد بينشر خيبته؟ احنا شايفين نجاحاتهم بس مش شايفين نوبات القلق اللي هم بيحسوا بيها، او الانكزايتي اللي هم على طول فيها. شايفين صور السفر بس مش شايفين الديون. شايفين الموبايل الجديد بس هم نسيوا يقولوا لنا ان هم جايبينه بالقسط على فكرة. شايفين الخطوبة بس مش شايفين الخلافات. شايفين المشروع الناجح جدا بس مش شايفين عشرات محاولات اللي فشلت قبله. فحاسه ان النهارده عايزه اخدها ان هي تذكره ليكي وليا قبل ما تبقى ليكي، ان لو انت محبطه بسبب مقارنات انت عاملاها، فحاسه ان احنا محتاجين نقف شويه. لو انت محبطه بسبب ان انت مش شايفه انجازاتك، فيمكن محتاجين برضو نوقف ونكتب هو احنا عملنا ايه الفتره دي. وللاسف كل ما بنفضل في اللعبه دي وبنلعب اللعبه دي صحتنا النفسيه بجد بتدفع الثمن. عشان كده يمكن الوقت جه ان احنا نفكك شوية الصورة المثالية اللي احنا حاطينها في مخنا عن الناس اللي شايفينهم حوالينا، واللي سببها طبعا السوشيال ميديا. وان ممكن نرجع لفكرة ان التردد واللخبطة والمحاولات اللي محدش شايفها دي فعلا حقيقية وعمرها ما كانت دليل فشل. السنة اللي فاتت من اكتر السنين اللي اعترفت اني مريت فيها باختبارات كتيرة جدا، على مستوى بقى السوشيال لايف، فاينانشال، في الشغل. الفكرة ان محدش هيجي يقولك ان حياته مفيهاش اي نوع من انواع عدم الاستقرار. دي الرحلة الطبيعية لأي شخص بيحاول يبني حياة حقيقية. وفي 2026 يمكن أهم سؤال مش مين سبقني، بس هو أنا النهاردة أحسن من النسخة اللي أنا كنت فيها السنة اللي فاتت ولا لأ. لأن حاسة إن في النهاية مفيش حد قال إن الرحلة دي فيها ضمانات، أو إن في حد حتى عارف هو بيعمل إيه. وكذاب اللي يجي يقولك إن هو عارف هو بيعمل إيه. فيمكن دي تذكرة ليا وليكوا إن إحنا نبقى بالراحة شوية، نبطل مقارنات، نستغل الست شهور اللي باقية من 2026. وممكن نحط حلقة كاملة عن إحنا عملنا إيه ولسه هنوصل لإيه في 2026. مش حاسة إن الوقت فات، أو إن إحنا running out of time. أنا حاسة إن لسه عندنا ample time إن إحنا نعمل كل الحاجات اللي كنا نفسنا فيها، واللي إحنا كتبناها في ال resolutions. لو فاكرين إن إحنا بنكتب قبل كل سنة إحنا حابين نحقق إيه. فحاسة إن إحنا لسه عندنا فرصة ولسه في وقت، وإحنا مش متأخرين، وإن إحنا محتاجين نبطل مقارنات بجد. وحقيقي إحنا بنحاول وده كفاية. لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا إنك اديتيني مساحة أتكلم معاكي. وممكن تسيبيلي كومنت تقوليلي حابة نتكلم في إيه المرة الجاية. بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور.